السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين. كنت عايزه اعمل اساور الجلاش، بعت اشتريت لفه جلاش، جت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، متقطعه ومتهربده ومش مستحمله حتى ان انا امسكها، فمش هينفع ان انا اضغطها والفها، فهتتبهدل مني اكتر ما هي متبهدله. طب اسكت؟ لا طبعا مش هسكت، هعمل منها حاجه حلوه جدا. زي ما انتم شايفين كده قطعتها 4 تربع، مفيش حاجه عندي بتترمي، كل حاجه وليها حل. قطعتها بقى 4 تربع بالشكل ده، بشكل متساوي. وبعد كده هنغطيها، شايفين الورق مش مستحمل، بيتقطع لوحده. وبعد كده هغطيها بحته علشان الهواء، عشان ما تنشفش اكتر ما هي ناشفانه. بعد كده بقى هجيب كل ورقتين على بعض وهدهنهم سمنه، حتى يعني شايفين مش مستحمله خالص، الورق متهربت بطريقه يعني منه لله بصراحه الراجل اللي باعها لنا. وهبتدي بقى ان انا كشكشها بالشكل ده، او تلفيها زي ما تكوني بتعملي هوايه كده، ولفتها بالشكل ده. وفي صينيه بقى تكون مدهونه سمنه، ده شكلها بعد ما لفتها. طبعا لو هي صبحه هيساعدك ان الشكل هيكون احلى من كده بكتير. صينيه بقى مدهونه سمنه، وابتديت ان انا ارصها، وادي واحده كمان. كل حاجة يا جماعة ليها حل، نتعود ونتعلم ان احنا ما نرميش حاجة ابدا، حرام، كل حاجة بنشتريها بفلوس وكل حاجة بقت غالية، فنحاول ان احنا كل حاجة نشوف لها حل. ورصيتهم بقى كده جنب بعض. بعد ما خلصت بقى اللفه كلها، دهنتها تاني سمنه، وهكون مشغله الفرن على درجه حراره 200. هحطها في الرف المتوسط، طبعا هشغل نار من فوق ومن تحت لحد ما تحمر معايا وتاخد اللون الذهبي. اللون الذهبي زي ما انتم شايفين كده. وهسقيها بشربات يكون تقيل وبارد، يعني انا مطلعاه من التلاجة، انا بعمل شربات كميه واحطه في التلاجة علشان طبعا حلويات رمضان. وابتديت بقى ان انا اسقيها كده شربات خفيف. وبعد كده حطيت فيها نوتيلا، دي مش نوتيلا، دي ماكس تيلا، عشان النوتيلا مقاطعه، دي نوع اسمه ماكس تيلا. العلبه دي نص كيلو ب60 جنيه. وحطيت بقى كده فيها حتت كده بالمعلقه، يعني من غير قمع ولا كيس حلواني ولا اي حاجه، بطريقه بسيطه جدا عملنا طبق حلو ناكله بعد الفطار. اظن مفيش اسهل وابسط واحلى من كده. لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تحطي لي لايك، واتمنى الفيديو يكون عجبكم وافادكم، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.